السلام عليكم. ايه رأيكم النهارده هنعمل معاكم وصفة حلوة جدا جدا ما بنستغناش عنها؟ التومية هنعملها بالنشا. اول حاجة نجيب حلة سلستين كده او ألمونيا، بس انا بنصحكم تعملوها في حلة ألمونيا. جبت معاكم 5 معالق نشا كده كبار، وهندوبهم حلو جدا في كوباية لبن او كوباية مية الموجودة عندك. انا زودت الاول مية بس بعد كده هزود لبن. طبعا كل ده على البارد، هقلبه كويس جدا جدا كده على البارد. النشا لازم يدوب كويس قوي قوي بالميه قبل ما تحطيه على النار، عشان طبعا ما يعملش تكتلات ويدوخك. قلبي حلوه جدا جدا النشا مع الميه كده او مع اللبن. انا زودت الاول ميه، ولما احطه بقى ان شاء الله ونضربه في الخلاط هزوده لبن. قلبي كده كويس جدا لما يختفي خالص النشا معاكي بالمنظر ده كده. قلبي كويس قوي. طبعا انتوا عارفين التوميه دي انا ما بستغناش عنها على اي اكل، على شاورمة فراخ، شاورمة لحمة، رز بسمتي، كنتاكي، اي حاجة على سفرة الاكل. التومية دي بصراحة زيها زي الكاتشب بالظبط بالنسبة لنا، وانا عيلي بيحبوها جدا. فانا ليه اشتريها بالغالي وانا ممكن اعملها؟ كل المكونات عندي في البيت، حاجات بسيطة كده وسهلة. طبعا حطيتها هي على النار وبدأت لان اقلبها كويس جدا، عشان برضك ما تعملش معايا تكتلات جامده. هي كده كده النشا هيجمد معايا، بس طبعا لما بتقلبي كويس قوي التكتلات دي، او بمعنى صح بتبقى كتله واحده، ما تبقاش حتت كده تخينه معاكي. انت هتقلبي كل ده ينشف طبعا معاكي على البوتاجاز، هيبقى كله قطعه واحده، بس ما تكونش يعني إيه مخرزه، يعني ما تكونش كتل. هنقلب كويس جدا. طبعا انا كنت بصور بايد وبشتغل بايد، فعشان كده مش عارفه اقلب كويس قوي. طبعا انت بقى يا ريت تقلبيها كويس عني كده كمان، وتخليها كلها في اتجاه واحد كده التقليب، وتقلبيها كده شمال ويمين اكتر من مرة عشان تنشف معاك المية والنشا كمان، يبقى كتلة واحدة كده، ما يبقاش جنب وجنب كده اهو. طبعا انا بقلبها بالعافية برضك علشان انا بصور بايد. لازم تنشف حلو قوي المية دي في النشا، لازم تنشف حلو كويس جدا. ان شاء الله. واللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حلوة قوي قوي التومية دي، احنا بنحبها جدا بصراحة، ما بنستغناش عنها في اي اكل. عيالي بيحبوها جدا وانا بحبها قوي. طريقتها سهلة ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. طب ليه ما نعملهاش؟ ليه نشتريها بالغالي ومكوناتها بسيطة ونعملها في البيت بكميات كبيرة كمان؟ اوفر واحسن طبعا بكتير. بعد ما هي عملت النشا كتلة واحدة كده والمية نشفت منها، طبعا هاخدها بقى وهنحطها في الخلاط. حطيتها معاكم اهي في الخلاط النشا بالمية. هنزود لها بقى طبعا كوباية لبن كبيرة. هقول لكم بقى المكونات بتاعت التومية الأصلية اللي طعمها في منتهى الجمال. معلقتين خل، ربع فنجان زيت يكون نضيف، لازم يكون زيت نضيف عشان ما يغيرش طعم التومية. 3 فصوص توم، ونص معلقة ملح ليمون، ونص معلقة ملح عادي. طبعا ملح الليمون ده يعني الاستغناء عنها عن الليمون. انا كان عندي ملح ليمون، حطيت حاجة بسيطة كده طرف المعلقة، والباقي ليمون، والباقي ملح. 3 فصوص توم. طبعا لو انت عايزه تكتري توم ده براحتك، بس احنا بنحب التوم بتاعها ما يكونش كتير قوي زياده عن اللزوم. هم 3 فصوص حلوين جدا. هنحط بقى المكونات دي كلها كده في الخلاط. هنحط بقى المكونات كده كلها في الخلاط. كوبايه اللبن، كنت بصور بايد بردك طبعا عشان كده الكاميرا مهزوزه ومش واضح قوي الخلاط المكونات اللي فيها، بس انا بقول لكم اهو كوبايه اللبن حطيتها اهي معاكم. معلقه الخل، طبعا لازم يعني تشوفي كانت محتاجه خل. ربع فنجان زيت، انا حطيت معلقه واحده كبيره خل. برضه كنتوا تشوفوا الطعم برضك والقوام، لو هي ناقصه خل ممكن تضيفوا لها حاجه بسيطه، بس احنا بحط لها معلقه واحده كبيره خل على الكميه دي كلها. انا حاطه 3 فصوص توم اهو. التوم ده بقى حسب رغبتك،
في ناس بتحب تومها كتير وفي ناس بتحب تومها يعني معقول. انا عن نفسي ما بحبش التوم فيها كتير، هم 3 فصوص حلوين جدا، وذره ربع معلقه ملح ليمون على طرف المعلقه جدا، ما تكتريش ملح ليمون عشان طبعا في خل، عشان تطلع معاكي التوميه كده تبقى مظبوطه، ما تبقاش مززه قوي زياده عن اللزوم، لان طبعا اعملي حساب الخل الموجود فيها. على طرف المعلقه حاجه صغيره ملح ليمون، وملح حاجه بسيطه، و3 فصوص توم. ونضرب بقى المكونات دي كلها طبعا في الخلاط كده معاكم. قوامها حلو جدا ومظبوطه وطالعه في منتهى الجمال، احلى من محلات بكتير. وطبعا والله انا التوميه دي ما بستغناش عنها، انا وعيالي بنحبها جدا جدا، زيها زي الكاتشب بالظبط، في مكرونات، في رز بسمتي، في شاورمة فراخ، لحمه. بصراحه دي على السفره على طول، ما بستغناش عنها. عشان كده حبيت ان انا اعملها معاكم، مكوناتها بسيطه جدا، ما تستاهلش بصراحه ان هو الواحد اصلا يشتريها. بصوا ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي، وطالعه في منتهى الجمال، وقوامها جميل وطعمها حلو جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مظبوطه جدا جدا وطعمها حلو جدا. هتجربوها بالطريقه دي بصراحه ربنا هتدمنوها، مش هتبطلوا تشتروها، وهتعملوها في البيت. مكوناتها بسيطه جدا جدا وسهله، جد حلوه قوي قوي قوي، مش هتستغنوا عليها ابدا على السفره بتاعتكم. ما شاء الله حلو جدا جدا. لو وصلت بقى لحد هنا بقى في الفيديو، ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو كده بتاعكم عشان بيشجعني بصراحة، وبفرح جدا 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 بالكومنتات الجميلة الحلوة كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ووفقنا كلنا ان شاء الله. بصوا قوام، انا كم مرة اقول لكم بصوا قوام، ما شاء الله جميلة جدا جدا، وطعمها بقى بصوا فوق الوصف والله، من غير حلفان. لو جربتوها فعلا بالطريقة دي هتعرفوا فعلا ان انا عندي حق، ان انا بقول لكم ان هي طعمها روعة روعة روعة، في منتهى الجمال، فعلا تستحق التجربة ان شاء الله. حلوة جدا جدا. طبعا العلبة دي انا طبعا الكمية كانت كبيرة طبعا عشان ما تبص طبعا وطعمها يتغير في التلاجة، فانا كان عندي علبة جبنة زي دي كده، فانا غرفت معاكم العلبة دي، وكمان اتبقى كمان. ما شاء الله بصوا بصوا قوام، عاملة زي الجبنة الكريمي. بصوا ان شاء الله حلوة جدا جدا. طبعا العلبة دي انا هاخدها كده وعينها زي ما هي كده في الفريزر، ولما احتاجها بطلعها تفك كده من نفسها، ولا بيجرى لها اي حاجة خالص. ان شاء الله كميه حلوه قوي العلبه دي. وكمان هغرف معاكم كمان طبق هوريه لكم في الاخر عامل ازاي. ما تنسيش بقى لايك وشير. ان شاء الله بصوا كمان، بصوا الجمال والحلاوه. لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.